الشراب اللي انت لابسه لو فيه سيليكون ممكن يغير احساسك بالكوتشي فعلا، بس في حاجة اغلب الناس مش عارفاها. بص يا صديقي، الشراب السيليكون مش معمول علشان شكله حلو وخلاص. النقط السيليكون اللي تحت الشراب بتزود الاحتكاك بين رجلك والشراب، وده بيساعد يقلل حركة رجلك جوه الشراب لما تجري او تغير اتجاهك بسرعة. وده مهم جدا في الكورة، ان كل مرة رجلك تتحرك جوه الكوتشي حتى لو حركة بسيطة ممكن تخسر جزء من ثباتك واحساسك بالكورة. بس هنا المفاجأة، الشراب السيليكون مش هيخلي الكوتشي يمسك رجلك لوحده. لو الكوتشي واسع عليك هيفضل واسع، ولو ضيق هيفضل ضيق. يعني الشراب بيحسن الفت لكنه مش بيصلح الفت الغلط. وكمان مش معنى ان في سيليكون انك هتبقى اسرع وهتسدد اقوى زي رونالدو، يعني هو ببساطه بيساعدك تقلل الانزلاق وتحافظ على احساس اكتر ثباتا داخل الكوتشي. فلو مقاس الكوتشي مناسب والشراب مريح وبتلعب كتير، الشراب السيليكون ممكن يبقى اضافه تستاهل. لكن لو مقاسك غلط ما تدفعش فلوس في الشراب عشان تصلح مشكله الكوتشي. وما تنساش تعرفنا لو انت جربت الشراب السيليكون قبل كده، هل حسيت بفرق فعلا ولا طلع اي كلام، علشان دي تكون حكايه جديده من حكايات الليبرو.